اليوم القصة اللي غنحكي لكم غتخليكم تشكوا في كاع القوانين ديال هذا الكون. تخيل معايا دير الصنطة ديالك، تغمض عينيك وتنعس في الطيارة على أساس أنك من ساعتين غتوصل، وملي تفيق وتشوف من السرجم تلقى العالم تبدل، تكنولوجيا تبدلات، وتلقى 37 عام من حياتك دازت في السماء بلا ما تشرف بحتى نهار. صدقوني هذه واحدة من أغرب الألغاز اللي وقفوا قدام المخابرات وعلماء الطيران حايرين، والنهاية غطير لكم الفريخ لدرجة ما غتقدروش تيقوا هذا الشيء. خليكم معايا. القصة ديالنا كتدينا لجوج جوليوز عام 1955. طائرة مدنية داخلية تابعة لشركة بان أم اللي كانت من أشهر الشركات في ذاك الوقت. قلعات من مطار نيويورك وغادة في خط مباشر لميامي. هذه الطيارة كتهز 57 راكب و4 ديال الطاقم، يعني في التوتال 61 شخص. الرحلة كانت عادية، الموتورات خدامين مزيان، الجو زوين، الصفاء في السماء، يعني المنظر مزيون. الركاب كاين اللي كيقرا غومون، كاين اللي ناعس، كل واحد اش كيدير، وكيتسناو غير فوقاش يحطوا رجليهم في ميامي ويشوفوا داك البحر وداك النخيل وديك الصفاوه ديال الماء اللي معروفه بها ميامي. ولكن فجأة وبلا اي مقدمات، بوف، طياره غبرات من الرادارات ديال برج المراقبه وغبرات نهائيا على الانظار. مراقبين الجو تبلوكاو، وهنا اكيد اتصلوا بمطار ميامي تيقولوا لهم واش بانت لكم الرحله 914؟ راه ما بقاتش كتبان لينا. والجواب كان صاعق، لا سيدي ما بان لينا والو، وما كاين حتى شي اثر ديال الرادارات ديال برج المراقبه في ميامي. والاخطر من هادشي كله وان الطياره ما صيفطت حتى شي نداء استغاثه، ما قالوا عندنا عطب، ما واقع والو. فقدوا الاتصال فجاه، بحال تحلت السما، شدت الطياره بالعاتها وتسدات. نهضت الروينه، البوليس والمخابرات وفرق الانقاذ تقلبوا. كاين اللي كيقلب المحيط كيقولوا ربما طاحوا في البحر، كاين اللي كيقلب الارض، وشدوا بداو كيقلبوا شبر بشبر على طول الرحله. البحث استمر اكثر من 3 شهور، دمروا فيها كاع الامكانيات، ولكن الصدمه ما لقاو حتى شي حوطان، حتى شي جثه، حتى شي بقعه ديال الزيت، حتى شي حاجه من ديك الطياره، والو. وفي الاخير السلطات وصلت الخلاصه بلي الطياره ممكن طفات في البحر وغرقات مع الركاب ديالها في وسط المحيط، ومستحيل يلقاوها بديك الامكانيات ديال ذاك الوقت. وعوضات شركه الطيران عائلات الضحايا وتدفنات القصه. ولكن واش سالينا؟ اكيد لا. دازت الايام والعوام، وصلنا لعام 1992 9 شتنبر في فنزويلا. واحد المراقب ديال الجو سميتو خوان كان جالس في برج المراقبه ديال المطار كيدير خدمته الروتينيه المعتاده، وشويه من دون سابق انذار بدات كدور واحد البقعه كحله غريبه في الشاشه. بقعه ما كانت تما 2 سكوند هادي يلا بدات كتبان وما بيناش في الرادارات العاديه. خوان كيسحب ليه الماكينه خسرات، بدا يحرك، بدا يحاول يشوف شنو واقع، ولكن تتبان ليه البقعه جايه باتجاه المطار. ملي هز عينيه للشرجم باش يشوف هو وليكيب ديالو شنو واقع، لقاو بلي واحد الطياره جايه لجهه المطار. هنا خوان شد المايك ولقص اشاره من الطائره وجاوبوا الكابتن بواحد الصوت فيه الرعب، كيقول له فين حنا، اين بلاد هادي؟ خوان قال ليه عرف براسك بعدا باش نجاوبوك. وهنا قال ليه حنا الطياره بان، الرحله رقم 914 جايين من نيويورك ومتجهين لميامي، ومعانا 57 راكب و4 ديال الطاقم. خوان والفريق ديالو تعجبوا، حيت هاد الطياره هادي منحرفه على الطريق ديالها 1800 كيلومتر. خوان دار راسو هاني وعطى الاذن بالهبوط باش ينقذ الموقف وباش يفهموا علاش هاد الطياره هادي انحرفت على المسار ديالها، وباش يعرف شنو واقع وعلاش هاد البيلوت تلفان. وبالفعل الطياره هبطات، وهنا
بدا كل شيء كيشوف في المحركات القدام ديال الطياره، في الشكل ديالها بحال جايين من شي عصر قديم. بعد ما هبطت الطياره الكابتن قدم تقرير في الراديو، قال لهم كان المفروض نهبطوا في مطار ميامي مع 9:55 الصباح اليوم 2 من يوليو عام 1955. خوان هنا ما بقاش قادر يسكت، طلب من فرق الإغاثة تمشي بالزربة للطيارة باش يعاونوا الركاب اللي كانوا في الداخل باش ما يتخلعوش. وكيشوف الركاب مصدومين وما تيشوفوا في برا ومتعجبين وكلشي متعجب، وتواصل مع الكابتن وقال ليه في الراديو وهو كيرجف: اسمع الكابتن، راه نتوما دابا في فنزويلا ماشي في ميامي، واليوم راه 9 سبتمبر من 1992 ماشي 2 يوليو 1955. الكابتن غير سمع هادشي بدا كيغوت في الميكروفون كيقول: او ماي جاد، شنو واقع؟ كيفاش 1992؟ الركاب تا هما لداخل سمعوا هادشي وبدا الصداع والحيحه والغوات. خوان طلب من فرق الانقاذ يتدخلوا باش يهدنوهم، ولكن الكابتن خرج يديه وبدا كيشير لهم وبالجهد قال في الراديو: شي واحد ما يقرب، شي واحد ما يقرب، حنا غادي نمشيو دابا، حنا غاديين بحالنا لميامي. بالفعل دارت محركات الطياره وعبرت المدرج ودارت في السماء بلا ما يتسنى ايد الموافقه وبلا ما يحترم قوانين ديال السلامه. والاغرب انها عاوتاني ما بانتش في اجهزه الرادار ديال المطار فاش طارت. خوان قال بلي المطار صيفط في البلاصه 3 ديال الطيارات حربيه باش يلحقوها، حيت خصو يعرف شنو واقع، حيت دايره لغز. ولكن عاوتاني غبرات في السحاب وما خلات من موراها والو، من غير واحد الكالندري اللي كان لاحو البيلوت قبل ما يقلع، وملي هزوه لقاو فيه تاريخ 1955. القصه والمقالات كتقول بلي الطياره من بعد هادشي وصلات لميامي في ميريكان بحال ما وقعت حتى شي حاجه، والبوليس تما داروا التحقيقات وسمحوا للركاب يرجعوا لديورهم ويتلاقاو مع عائلاتهم. ولكن المفاجأة اللي خلت العالم يتصدم ويدوخ هي أن الركاب والطاقم رجعوا بنفس الشكل والعمر اللي سافروا به في 1955. ما شرفوا، ما طاح منهم الشعر، ما كبروا بتا شي نهار، ولابسين دوك الحوايج القدام اللي كانوا تيكونوا في 1955. السلطات الامريكانيه والفنزويليه ما خرجوا حتى شي توضيح، ضربوا الطم. انا عارفاكم دابا غتكونوا كتقولوا مع راسكم: اش هاد التخربيق كتعاود لينا هاجر؟ واش هادي تفرجت في شي فيلم وجايه تدوخنا بيه ولا كيفاش؟ والصراحه عندكم الحق تفكروا بحال هكا، ولكن بلاتي قبل ما نستحكم بالحقيقه اجي نفكوا هاد النظريات اللي نوضوا قرباله في العالم وحده بوحده باش تفهموا البلان كيفاش داير والناس كيفاش كانت كتفكر. كاين صحاب النظريه ديال السفر عبر الزمن والثقب الدودي. صحاب النظريه قالوا بلي الطياره وهي غاده في السماء دخلات في واحد النفق زمني او ثقب دودي اللي هو بحال شي ممر سري في الفضاء كينقز بيك في المكان والزمان. قالوا هذا الممر اللي بلعها وخرج طياره في 1992. ولكن المعارضين ديال هذه الفكره قالوا لهم هذا الشيء ما كيدخلش للراس، كون كانت كاع الطياره دخلت في ثقب زمني فعلا كان خاصها ترجع في عام 1955 ماشي تنقز ل 1992 في فنزويلا وعاد تمشي لميامي. هذا الشيء راه ماشي كاع منطقي نهائيا. وكاينين صحاب نظريه ديال لعنه مثلث برمودا الشهير. بزاف ديال الناس ربطوا عاوتاني هذا الاختفاء بمثلث برمودا حيت الخط ديال الرحله داز قريب من هذه المنطقه المرعبه. قالوا باللي وقع شي خلل مغناطيسي ولا ظاهره فيزيائيه غامضه تما هي اللي قطعت الزمان والمكان وخبات الطياره وعاد رجعتها في عام 1992. ولكن حتى هاد النظريه تضربات في الزيرو، حيت كاع الحوادث اللي كتوقع في برمودا كتسالي بالدمار، طيارات سفن كيغبروا ما كيرجعوش، وهاد الطياره رجعات صاينه ما طاري ليها حتى شي حاجه. وكاينه النظريه ديال الاختطاف من طرف الفضائيين.
هنا كيدخلوا صحاب نظرية المخلوقات الفضائية والعوالم الأخرى. قالوا باللي كائنات من كوكب آخر هي اللي خطفت الطيارة بالركاب ديالها، وبقوا مخبينا عندهم في المختبرات ديالهم هاد العيمان كلها، ويلا رشقات لهم يرجعوها. وحاولوا كاع يربطوا هاد الشيء بشي تقارير كتقول باللي بانت اطباق طائره في نفس الوقت فاش غبرت الطياره 1955. ولكن طبعا هاد المحاولات كامله باءت بالفشل، حيت ما كاين حتى شي دليل علمي. وكاينين مؤامره ديال التجارب. هادو صحاب المؤامره ديال التجارب كيقولوا باللي هذه وحده من التجارب السريه والغامضه ديال الحكومه الامريكانيه، وربطوا هذا الشيء بالمنطقه 51 الشهيره في صحراء نيفادا اللي معروفه باسرار الطيران والفضائيين. وقالوا باللي الحكومه جربات على الركاب شي تكنولوجيا ديال الاختفاء والتحكم في الزمن، وطبعا هاد النظريه بحال خوتها ما لقاتش اللي يثبتها، حيت تناقضات المدافعين عليها خلاتها مجرد قصه بحال القصص الخياليه. ايوا دابا ملي فهمنا هاد النظريات كاملين، اجيو نحطوا النقط على الحروف ونفهموا السر اللي مخبي من مورا هادشي كله. فاش المحققين والمواقع اللي متخصصه في كشف التزوير بداو كيحفروا وكيقلبوا في السجلات، ورجعوا واكتشفوا باللي هاد القصه كامله من طقطقه السلام عليكم كذبه ومفبركه من وحي الخيال. جذور هاد القصه كتعود لعام 1985، واول بلاصه تذكرات فيها كانت واحد الجريده امريكانيه سميتها ويكلي وورد نيوز. وهاد الجريده هادي كانت معروفه بالكذوب والبوز، وكانت كتخترع قصص خياليه 100% خياليه، ما كايناش المصداقيه، غير باش تبيع وتنز على عقول الناس، بحال قصه الطفل الخفاش، قصص الكائنات الفضائيه اللي قالوا راها عايشه مع الرئيس في البيت الابيض، وبزاف. المقال كتبه واحد السيد سميتو إد كونتشرز عام 1985، والجريدة من بعد عاودت نشرات جوج القصص بحال هذا الشكل هذا، وحده في عام 1993 وحده في عام 1999. والمحققين لقاو أدلة قاطعة بلي هذه القصة غير تفبركات. الجريدة في كل مرة كانت كتعاود تنشر قصة في شكل، وكانت كدير عين ميكا وكتبدل التاريخ غير فوقاش حطت الطائره في المطار. مره كيرجعوها تحطت في عام 1985 وخرجت في عام 1992، مره في 35 وخرجت في 75. كل مره شنو كيديروا؟ وكانوا متحمسين وكيلوحوا هذا الشيء، والناس كانوا كيتيقوا هذا الشيء هذا. التصاور اللي كانوا كيستعملوها في المقال على اساس انها ديال الطياره اللي رجعات طلعات ماشي كاع من نوع بان ا اللي كانت في عام 1935. كيبدلوا الوجوه، داروا تصاور ديال الوجوه قديمه، المهم بداو كيخربقوا على اساس ان الناس غيتيقوا هادشي. وفي الاخير الرحله 914 طلعت مجرد سيناريو كاذب ومخترع من كاتب ذكي عرف كيفاش يلعب فضول الناس ويخليهم يبارطاجيو القصه ويستهزئ بعقول القراء حتى اليوم. الا بقيتي كتسمع حتى لدابا بغيت نقول لك شكرا بزاف، وإلا كان كيعجبكم هذا النوع ديال المحتوى كتبوها لي في التعليقات. ما تنساوش جيم سبسكرايب، ونتلاقاو في القصه الجايه. بسلامه.